السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ الاحترافي مع نعيمه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد اللي هو واحد لاطارت ايطاليا كتجي غزاله بثلاثه ديال الطرقات. كنتمنى تبعوا معايا من الاول حتى الاخر. نبداو في المكونات ان شاء الله. عندي هنا جوج بيضات، عندي نص كاس ديال زيت المائده ديال العبار بالعنبه، عندي نص كاس ديال الحليب، عندي سنيده هنايا كاس ما عامرش، العبار بكاس ديال العنبه اكيد، واللي بغى يعبر بمعلقه يدير 6 المعالق 6 وسنيده كتبقى على حسب الذوق. عندي هنايا جوج ساشيات ديال الخماره، كبيصه ديال الملح، جوج ساشيات ديال الفاني. بالنسبه للدقيق الممتاز يمكن لكم ديروا 8 المعالق، او المهم اللي غنكون كنخلط غنعطيكم المقادير مضبوطه هي هذيك. بالنسبه للطبقه الثانيه عندي نص لتر ديال الحليب والسنيده على حساب جوج معالق كبار، او وكريم باتيسير جوج معالق كبار. الطبقه الثالثه عندي هنايا جوج كيسان ديال العبار ديال العنبه وواحد الفلون. نبداو الطريقه على بركه الله. غندير واحد الكبيسه ديال الملح ضروري هذه، نخلط. غادي نزيد الزيت، ونزيد الحليب، غادي نستمر في الخلط. غادي نضيف سنيده، غادي نضيف الدقيق، غادي نعطيكم العبار بالضبط 2 3 4 5 6. غندير 7 وغادي نشوف. غنضيف الخميره هنا راني غير بلتها، غادي نستمر في الخلط. سهله دغيا كتوجد. بالنسبه ديال الغفله راه دغيا توجد لكم. درت 7 المعالق، غادي نقدر نزيد واحد المعلقه صافي. وغادي نكتفي بالدقيق. ما كتحتاجش الطراب الكهربائي ولا غير باليد بحال هكا بهذا الفوي صافي. غادي نحبس. وما خديت عندي هذا الماء المعوضه، دهنته بالزيت وبالدقيق. غادي نخوي دابا الخليط. غندخلها دابا الفران حتى طيب، وعاد نرجع باش نوريكم الكريم باتيسير والحليب كيفاش نخدمهم ونرجع لكم. هاي بعد ما طابت الكيكه ديالنا غادي نخليها على جنب، وغادي ندير كريم باتيسير. انا هنايا هذا الكاس هذا ما كانش هز ليا نص لتر كامل، نقصت هنايا وغادي ندير نص لتر ديال الحليب. غادي ندير 2 معالق ديال السكر سنيده، وكتبقى سنيده على حسب الذوق. ندير 2 معالق ديال كريم باتيسير، غندير هادشي في حليب بارد. غنخلط بهذا الفوي. صافي غادي نكتفي بهذا الفوي، وغادي ندير هذا المغرف ديال العود، وغادي نوضو فوق البوطه حتى يبدا يختار. غادي صافي نبقى نخلط حتى يختار لي هاد الكريم باتيسير والحليب، وغادي نوضو غادي نديرها فوق الكيكه. حاولوا ما تزولوش يديكم من التحراك ملي كتبداو تحطوها فوق البوطه، وانتم كتستمروا في التحراك باش ما كتجمعش لكم داك الكريم باتيسير. دابا غنكتفيو بهكا، وغادي نديرها فوق الكيك. هانتوما
دابا غندخل الثلاجه تبرد وغنرجع للطبقه الثالثه اللي هي ديال الليمون. بالنسبه للطبقه الثالثه غادي نخوي الليمون، غادي ندير واحد الساشي ديال الفلان، غادي ندير السنيده، ولكن السنيده كتبقى على حسب الذوق، ما غاديش ندير انا بزاف، درت تقريبا معلقه ونص. غادي نحرك كمال هذا بالفوي، وغادي نخلي هذا غنديرو فوق البوطه ونخليه حتى يغلى مزيان، نخليه حتى يغلى مزيان وعاد نرجع باش نزين هذا ونرجع لكم الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل ديال لاطاط ديالنا بعد ما طابت وزينتها على هذا الشكل. بالنسبه للزين الا بغيتو ديروا عريش ديال النعناع او الكركاع او اللي كان عندكم تزينوا به. انا عندي هنايا عجين السكر درت له هكا وصايبته وسمنو كراميل وزينت به بحال هكا. كنتمنى الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك، واللي اول مره يشوف القناه يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد بالصحه والراحه. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.